أهم درس نأخذه من التجربة المصرية هو ينبغي أن نتجنب السير في طريقها، لأن هذا الطريق وقع اختباره، طريق الانقلابات العسكرية واتهام الشعب بأنه غير راشد لأنه انتخب هذه الفئة أو تلك. وينبغي لجنرال يعطي لنفسه الحق في أنه يتحدى إرادة الشعب ويقول أنتم سرتم في طريق خاطئ وأنا سأفرض عليكم بالقوة الطريق الصحيح. هذا الطريق كانت نتائجه وخيمة في العالم العربي. الديمقراطية ماهيش نظام الملائكة، نظام بشر، ويمكن لهؤلاء البشر أن يخطئوا. والديمقراطية هي طريق أيضا من معنى من معانيها أنها عندها آلية إصلاح الأخطاء. أنا لا أدافع عن ملف الإخوان المسلمين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الذي أدافع عنه مبدأ أن أحدا لا ينبغي أن يعطي لنفسه الحق أو مجموعة تعطي لنفسها الحق أن تتحدى إرادة الشعب وأن تتجاوز الانتخابات. هذا هو الدرس. العالم العربي مش محتاج لتجربة جديدة في أن طريق الانقلاب طريق غلط ولا يؤدي إلا إلى كوارث، والإقصاء لا يفيد. للأسف السيد عمرو موسى يدافع عن قضية لا يمكن الدفاع عنها، للأسف. والله أنا آسف جدا، لا يمكن الدفاع عنها. عفوا إذا تتركني أتكلم، إذا تتركني أتكلم. أنت تتحدث عن بلد آخر غير مصر. اتركوا لغيركم أن يتكلم. أنت الآن تريد أن تمنعني من الكلام. لا أبدا، تفضل. أي نعم. إنما سأعلق على كلامك. تريد أن تمنعني من الكلام. سأعلق. لا أبدا، تفضل. ولكن سأعلق على كلامك. أي نعم، لك أن تصبر قليلا. طبعا. أي نعم. نصبر طويلا كمان إذا حبيت. أي نعم. أعود إذن. الديمقراطية إذن نظام بشري يمكن أن ترتكب فيه الأخطاء وعنده آليات لإصلاحها من داخلها.